بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. هذه رسالة إلى سماحة الشيخ أسامة الرفاعي رئيس المجلس الإسلامي الأعلى قبل الحل ومفتي سلطة دمشق المؤقتة. سماحة المفتي، لقد تابعت كما سائر أبناء شعبنا الكردي رسالتك المنمقة الموجهة لعلماء وشعب الكرد، والتي تحاول فيها استعطافهم بشعارات الأخوة ونصرة الدين ورابطة الدين وروح صلاح الدين. ولأن الحقيقة مرة والصارخ فيها لا يمكن كتمانه، ولأننا نؤمن بأن الحوار الصادق يبدأ من المكاشفة لا من المداهنة، وجب أن نضع النقاط على الحروف، ليس من باب الجدل بل من باب إحقاق الحق وصون دماء الأبرياء. نرد عليك بما يختلج في صدور المظلومين الذين كنتم أنتم ومن معكم سياطا فوق ظهورهم، لنقول لك يا سماحة المفتي: بين تقية الاستعطاف وعقلية الفتوحات لا يلدغ الكردي من جحر الفتوى مرتين. الذاكرة لا تشيخ يا مفتي. تتحدث اليوم يا شيخ أسامة عن رابطة لا تحلها القوميات، فأين كانت هذه الرابطة حين أصدر مجلسكم الذي ترأستموه في حضن التركي بالفتوى رقم 11؟ تلك الفتوى التي كانت الخنجر الذي طعن جسد الأخوة ومنحت غطاء شرعيا لغزو عفرين وسريكانية وتل أبيض. لقد استخدمت فتاويكم لتكفير شعب مسلم موحد تصدح مآذنه بالشهادتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. فكيف يستقيم يا سماحة المفتي اليوم ثناؤكم على علماء الكرد مع صمتكم المطبق عن دماء أبنائهم التي استبيحت ببركة فتاويكم؟ إن الروح التي استباحت ديارنا بالأمس لا يمكن أن تدعي حرصا علينا اليوم. إن محاولتكم سحب الكرد من قسد لرميها في حضن الجولاني أو الفصائل التي باعت نفسها وأرضها للتركي والشيشاني والإيغوري وتاجرت، ليست لنصرة الدين يا سماحة المفتي، بل هي استبدال وصاية بأخرى دموية تؤمن بإدارة التوحش. سماحة المفتي، بينما كنتم تخطون فتاواكم في غرف الفنادق بإسطنبول وأنتم ترأسون المجلس الإسلامي الأعلى، كان أمثال المرتزق البويضاني وغيره يغزون قرى الكرد والعرب والآشور سارقين للمنازل ومنتهكين للأعراض باسم محاربة الملاحدة استخداما لفتاويكم. وعلى نفس الخطى يا سماحة المفتي، كيف يستقيم حديثك عن الأخوة والمحبة
بينما يخرج وزير أوقافكم بتعميم رسمي ينعت فيه المعارك ضد أبناء شعبنا بالفتوحات. يا سماحة المفتي، هل أصبحت قامشلو وعامودة وكوباني بلاد كفر حتى تفتحوها؟ إن هذا التوصيف هو الوجه القبيح لنهجكم الذي يرى في الكردي غنيمة وفي أرضه أرض غزو. إن من يشرعن النهب والسلب تحت مسمى الفتح لا يحق له الكلام عن روح صلاح الدين يا سماحة المفتي، فصلاح الدين لم يغزو قرى المسلمين ولم يهجر أهلها ليسكنها مرتزقته، لكنكم رميتم شعبا بأكمله بالكفر وهو يصلي لقبلتكم ويذبح ويأكل من ذبيحتكم وتصم الآذان عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله. لقد خفرتم ذمة الله فينا، فبأي وجه تقابلونه غدا يا سماحة المفتي؟ تستحضرون روح صلاح الدين الأيوبي لتجييش الكرد، لكنكم تنسون أن صلاح الدين كان رمزا للعدل والفروسية، ولم يكن أداة في يد قوى إقليمية تحركه لضرب أبناء جلدته. إن الشعب الكردي لم يعد يقبل أن يكون وقودا لمعارككم الفصائلية أو ستارا لشرعنة تنظيمات متطرفة تحت مسمى الدين يا سماحة المفتي. كان الأجدر بك يا سماحة المفتي وأنت تتحدث بلغة العواطف أن تتضرع إلى الله معتذرا عن فتاوى التكفير في مجلسك في إسطنبول وفي حكومتك اليوم على لسان وزير أوقافك. إن كان ثمة رابطة تريدون الحفاظ عليها كان الأولى أن تعتذر اعتذارا صريحا عن الفتاوى السابقة التي شرعنت الهجوم على المناطق الكردية. كان الأولى أن تدعو إلى اعتراف بالحقوق القومية والسياسية للشعب الكردي كشريك أصيل في الوطن، لا كتابع يستدعى فقط وقت الأزمات. كان الأولى يا سماحة المفتي أن تدعو إلى أن تتخلى أنت ومن خلفك عن عصبيتهم وعن حزبيتهم قبل أن تدعو الآخرين. طبيب يداوي الناس وهو عليل. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. سماحة المفتي، فاقد الشيء لا يعطيه. غطاء الإفتاء الذي تلبسه اليوم لا يعفيك من تاريخك التكفيري. سماحة المفتي، خدعوك عندما لم يخبروك أن الكردي لا يلدغ من جحر الفتوى مرتين. الشعب الكردي بعلمائه ومثقفيه لم يعد تنطلي عليه لغة العواطف الدينية المفزعة من العدالة. من يريد جمع الكرد تحت راية واحدة عليه أولا أن يحترم كرامتهم ورايتهم ويحمي وجودهم ويكف عن استخدام الدين كأداة لتمرير مشاريع سياسية وعسكرية أثبتت الأيام أنها لم تجلب للسوريين إلا الدمار. رسالتنا إليكم يا سماحة المفتي: لا عهد لكم عندنا،
ولا ثقة في خطاباتكم. ليس للكردي بعد الله إلا التشبث بأرضه وعرضه والذود عنهما في وجوهكم، فأنتم الصائلون الذين لا يردعكم دين ولا مروءة. نبرأ إلى الله منكم ومن فتاويكم ومن جرائمكم، والتاريخ لن يرحم من جعل الدين غطاء للخيانة. وصلى الله وسلم على الحبيب محمد.